السلعوة. زمان في صعيد مصر كان في 2 ستات اخوات، واحدة منهم كانت متزوجة. كانت الست المتزوجة دي بتخرج كل يوم بالليل وجوزها نايم في نص الليل من غير ما يحس، لحد ما في مرة جوزها اكتشف وشك فيها، فقرر ان هو هيراقبها من غير ما تحس. اكتشف ان هي بتروح لاختها بالليل وبيطلعوا هما الاتنين ينبشوا في المقابر وياكلوا الجثث. وفي المرة اللي خرج فيها وراها لقاها بتقول لاختها طلعي الجثة واقطعي رقبتها عشان اقدر اكلها. رجع بسرعة جدا وهو مفزوع ودخل على فراشه وعمل نفسه نايم. تاني يوم الصبح طلب من زوجته تجيب له كوباية مية من الزير. قالت له لا، بخاف من صوت الكوباية جوه الزير. بص لها وقال لها وما خفتيش ليه لما كنت عايزة تقطعي راس الجثة عشان تاكليها؟ هنا عرفت ان امرها انكشف وعينيها طاقت شرار، وقالت له انت لولا ان انت ابو عيالي انا كنت قتلتك وشربت من دمك واكلتك. وسابت البيت وخرجت، وهي واختها اختفوا تماما. قالوا ان هم بعد فترة طويلة اتحولوا للسلعوة وبقى ليهم دلالة زيهم، ودي من ضمن خرافات السلعوة في مصر. خدوا بالكم.